محمد بنا تسيري لوننا تفاوت نبريدنا ظل يوشف وسرنا إذا محمد بنا تسيري ولوننا تفاوت نبريدنا دول بسي غندفر دول واليت غنغار ظلتين دعاء فرد خنم في بابنا دول بسي غندفر دول واليت غنغار ظلتين دعاء فرد خنم في بابنا ظل يوشف وسرنا سيدنا محمد بنا تسيري لوننا تفاوت نبريدنا سيدي وضك اسمر والجبريني ويزددي أغني رصامت الطاوين الندي دليلنا سيدي وضك اسمر والجبريني ويزددي أغني رصامت الطاوين الندي دليلنا صلى يوشف وسرنا سيدنا محمد بنا وتعم الآن وترد العسى يسرا بارك الله محمد مرحبا أشعل يا
أشياء مقضية ما في تحقيق شكور ربي نظر لي وأنا نظري متروك فالأرحام والأحشاء بالنطفة صورني اللهم صل على المصطفى الله بقلوب بالصفا تخرج من
وفي عصر البريع ذكرى
الكون السقيم بلسم الكون السقيم في سبيل قويم هدف السلم المقيم هدف السلم المقيم ضم من يبغي النعيم والسلام في البركان ميلاد الهادي في علم يمر تجلى به جلال الدين عيد الإسعاد مجدنا من شد الذكرى حين على الذكرى تحين شد الذكرى حين على الذكرى تحين تحيي قلوبا شفت عن روح الدين يا هلا المسلمين بذكرى عيد الميلاد يوم نذكر الأمين محمد رسول الله يا هلا المسلمين بذكرى عيد الميلاد يوم نذكر الأمين محمد رسول الله يوم جبريل يولد والملك في كل واد الله أكبر يوم جبريل يولد والملك في كل واد الله أكبر وتزت بيت الرحمن فرحا بإذن الله يا هلا المسلمين بذكرى عيد الميلاد يوم نذكر الأمين محمد رسول الله دمت يا خير الورى في الإمام الزهراء الله أكبر دمت يا خير الورى في الإمام الزهراء الله أكبر دينكم خير الأديان شرفا بإذن الله يا هلا المسلمين بذكرى عيد الميلاد يوم نذكر الأمين محمد رسول الله يا شباب الهدى جددوا اليوم النداء الله أكبر يا شباب الهدى جددوا اليوم النداء الله أكبر أرشدوا بني الأوطان لاحتفال رسول الله يا هلا المسلمين بذكرى عيد الميلاد يوم نذكر الأمين محمد رسول الله لما كتاب
وسلام يا نبي الهدى عليك السلام كلما دام للزمان دوام يا نبي الهدى عليك السلام كلما دام للزمان دوام يا نبي الهدى عليك سلام نحن في روضة الرسول جلوس
شمس الضحى هل تجال والشمس أم القمر هل تجال والشمس أم القمر قلت لها أنت غصن النفاق قالت وفي غصن صرف الزهر قالت وفي غصن صرف الزهر قلت فماني داري قد أشرقت أقلت جمالي في حماسة قالت جمالي في حماسة صلى عليك الله يا مصطفى مغرة القمر وفاح الزهر مغرة القمر وفاح الزهر قلت وكم بكيت من ضاحك وقلت فبعد البرقيات المطر قالت فبعد البرقيات المطر حب النبي والآل ديني ومنالي حقا ويقيني حب النبي
ضيف البركات على ما له وأولاه. المكسب السرقة والعياذ بالله تقرض العلنية الذي بشرع خفية نزول كسكت الدار نسكت تحلوك مغيرة أن السرقة بتصفيف الكيل والغش وما إلى ذلك. أدين ربي تبارك وتعالى في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كادوهم وزنهم يخسرون. تطفيف للعلماء والمطففة حبة، يعني حبة نباو، الحبة من الزيتون مثلا يكرت مثلا يزنوزو، يعني قبل أن يشرح الميزان يسموه كاس مثلا إلا مطفف. وعيده النار، يعني ربي ويل يبدأ بالويل، قيل وادي في جهنم وقيل الاخوان في هذا الذين يتكالوا على الناس يستوفون، مثلا طلبا من الناس نزونا يكيلون لهم، يعني مما من شأن أن يكال أو يزنون ما من شأن أن يوزن، نعم لا يمسح يدرع سدرع نعطى تامر كذا، قاع التطفيف يكون فيها. هذا اسمه كظمة يعني حسب مصلحته. أديني مر بعد ذلك: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إلى آخره. والصورة يحفظها الكبار والصغار. يعني تطفيف الكيل وجوه من وجوه الكسب الحرام بلا السرقة العلنية يمكن حتى ديالك أو الغصب دوكو يستدرع بينه وبين السرقة شبه، كلاهما أخذ لمال الغير، لكن الغصب يتكون درع إلا يعني قبالة سيبي نحس نفوس بطريقة أو بأخرى. ولي تجلس الشارع الحد على خاطر لا معروف، يعني إما بابستي خاصة حكم أن راسي سمح ناني لا. أما السرقة ما يؤخذ خفية اللي حدا ذكر تكرر، ولي تسلم الحد، يعني السارق بات إن ربي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. السرقة خيانة، خاطر الحد يستغلوا نوم الناس أو غيابهم أو غفلتهم فيأخذوا شيء، مثلا يستحلوت ليطلعها لا سبب تحدث ليلها عين المشارك لا هذه بكشرى يرون، هذه خيانة. والخيانة ولو إلى كشرى رمضان كما حدث العلماء بتكن حد يكر أقل من ربع دينار لا تقطع يده، ربع دينار لا يحيط باعتبار. البصح بتكن حد إلا مثلا تعدى على إنسان فقطع يده ديكتس قداش 500 دينار، ربع دينار بتا يكرت فوسس مبصر بتا يعني يوقع اعتداء عليه فقطعت يده، يقال مثلا تعدى عليه ديته 500 دينار. من قاعدة أن الإنسان ديتس 1000 دينار، 1000 دينار ديت من جسم كامل. الأعضاء بتا عضو واحد ديس ديت كاملة، بتا سن أعضاء أجل ديت عضوني مثلا شان سني فسن أجل 500 أجل ولا 500. في هذا يروى عن الإمام الشافعي كلام حكيم يقول لنا: يد ب500 عسجل وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. كيفاش؟ يقول نفوس ديتس 500 دينار بصح هذه تنقد في ربع دينار فصاعدا، 40 دينار. دينار حملت 500 غرام، 5 غرام 5 غرام مجبور يقولون بالزين، يعني معروف قداش 100,000 200,000 الغرام ب 300 ربما بخمسة عند 15 حتى يكر 15 قداش 700 300 أنا حملت 300 لا تقطع يده بدا وجر توقفت. بينما من الى العوضه بدا توسس فوسس ديته 500 دينار ووتت على 300,000 الغرام. الدينار تقريبا 5 دولار مليون ونص، ووتت 500 غزر قداش رقم ملايين. إن يمر الإمام الشافعي يجاوبني إذا كان وجدت المشكل يدون ب500 عسجل يعني ذهب وجد ما بالها قطعت في ربع دينار. هذه عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة
فافهم حكمة الباري إن الخطر صار عاد قلحة أمين إلى عزيز بتيجن يقاطع عليه فوفوس تؤدى ديتها ب500 دينار، أغلاها عز الأمانة، أرخصها ذل الخيانة. يقول حد يقول تصبح من أرخص المتاع، تصبح فوسس أرخص من ربع دينار خلاص أتونكت. إذا فعلا تذكر ذلك الشرع المشي مليح أن ربط مسؤولية الوالدين بتي بالحد في يوم من الأيام القاد جلسة طراس ديمقراطي على كلام كرضا أكيد إما لدولتي قصرا في مراقبة أبنائهم السنة غادي يصرف لي ولو ضبط مع مين يويت كيشغل صغلات بالتمام ولدي تبدل معاس تبيتي رغد تتكوات روح سميتي ويتوني قال لي وقت الجيران بيت متى لعبة بلعب بكراس مثل الجيران تبد معاس تحمق استبيت فوق ربما تكوى بتجيلون تتفجاه لنا وعمري ما تجنت تبدأت مع ترانسا بدأت معاس الإبل هي كالطين للصناعية يعني كالعجينة للصناعية إلى التراب على ما يرشده والده وينشأ في سلمين على ما كان عوده أبوه كما يقول الشاعر أرى إلا لمنت بين أيدينا لطين عجينة نكيفها كما نشاء بتل والدنا ودن يا ربي ودن كذلك خاطي ودن مشفقون على أبنائهم على مصير أبنائهم خطر بيورانا نقي أبنائنا نار يا الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا لا يحبكم الله الناس والحجارة قال قليل من الناس يورثون النار بالتالي قليل النبي صلى الله عليه وسلم يريد درس حتى موت تعالى تقبيل بعض الذرات يعني بعض الذرات من الرمل الناس هذا حد القليل تريد القليل فقال هذا ذكر مقدار الذرات من التراب تقرض أنتوني يورث النار هذه الصوت قد نستبعد هذا لا نستغرب ولكن بكل بساطة بتخمم أن نسد لي على خاطر سرقة القليل بتة ونسنجي الحد يوصل اليوم تقرض تزعلوت أبدأ بسرقة القليل يبدأ يتدرج اليوم إلى سرقة الملايين يحكي يمكن وراء أموني يكر والله البنك وكذا تقدر يتوحد نص أنه يشنق قد تعرف في المشنقة سيز وبشر هذا نفس الرأس هذا ما مسجد تغرب تداس يعني يوم لو كان بغيتيني نهار عظمة رديتيني كل تقصدي صدقتني في محبتك لي أكون السنة بدي وقتزل مع راسها لو غنتزل تكرهت السنة يترن أي تزرقت ستيتان غيتحكت ما لا يعني فعلا إعادة تكررت بشرنا خاطر ويروى كذلك العارفين والمعتزلين المتوسطين أبو عبد الله حارث الأسد الحاسبي قص كتاب الرعاية بحقوق الله الممليك في مقدمته ذكر الجدول الممليك روى عن علماءنا كنا نروي عن العلماء لم على لسان إبليس لعنه الله التهمات وخلي بينه وبين ما يريد من العباد من الخصم تكتب الشيطان الذين في السنة تكتب الخصم كانوا يبذروا يزرعوا يعني أدير أن تشتري الخصم أن أجعل
سميت محمود بن شيخ بالحاج جدي كل شي فويتسن طول كان جاب بكير بن محمود بن شيخ بالحاج إلى تلاقى بن مشي تو على كل حال من الوالي يريد بواسط غابات هذه زاد الجيران يجينا ابو حمو باغي نسولك تغني تجاره الغد تدور تسولت في مساله شرعيه لا يولي الصغار مثلا ندير الظهرس لا انت فهم جاب يبداو يتسول ونبقى حمو الى سوسون جل يتخنتش مروه الى نقرتي يسوم جل بعد يسولي جاوبت الى حتى مارو يا ربي بنتي بشا مارو توالم تغري وبرك يا ربي لك هاد النصيص بس يزور تدافع نتزيد ند الجيران عيط يا فلان نساو يرحم والديك سامحني راني قبيله كنت مع فلان يعني هاو سولني كذا هاو واش عملت صافي يزور زار تدافع بيا 6 سنين تنتيني الناس يعيط الناس شو بتيجي سامحني نساو يحمو كل يوم حد حجره من ناحيته يجيب لي قفات فار لا تامون ثانيا يمكن هو تذكر هذا ايضا ولا انسى مناسبات الصور اللي كنت سي على استغرقت من عائله قلبه انا تسمع يمكن شاب يكافي كثير جدات نغزر عباره ماشي توغر الوالدين وراء عنصر ماشي طربان إذا في يوم من الايام راسك الجدات سوسان جدات لام جدات لاب إن في يوم من الايام ثلاث صوم بغلط رمضان تسدي معروف تغيط بالعاده أتشمر معاس من أمامتي ويكتب مجموعة من الإنسان بكري تلازيت وما إلى ذلك تسكن الاقتصاد منتهي النظير يخسر إلى كلش الحيوان بالتالي بقية من الطبق ولو طرف صغير من الطبق تتسع الجهة أتصافى تفرز الإنسان شمبر عموني تشمو سسيو تغلوت ماس بعد يدخل الشغل تولد الغسل عشيت ما بلي هذه الجدة تلاحظ سندوحي تلاحظ ثلاثة الإخسان اللونسن خالف الإخسان تكتشف إذا إنسان خاطئها إخسان يزقاق إخسان تيني تكور تغلب وسيدة تعرف لي السمتوني إخسان تيني تكور تبرشين يغسل جاج تكون تزقى لاحظ تبي تجينا قرطاس يعني أخرطاس تزن بمسود نسروح في الساعة غل خاطئ ما اسمه مسؤول جداس إن صارت لقانا مما كنا يرحم والي إخسان حس حمك ثلاثة يوم إخسان ثلاثوفين غلطة حمك مع إخسان السام حسن خسرت يعني الورع من يتطورت يعني فعلا الدرس أبظان إلى والوالدين لا يعي كل شيء لكن أكيد لا تشاسي بين الدرس التطبيقي والسني شوي مش غادي صاصت وشلات الإنسان التوكل أو على جناح سرعة الخارج طلب يسمع ديك الدرس يغني عن كلام ساعة ولا ساعتين هكذا كان تربى بالزي أذكر هذا ولا أنسى نكون غابة الوقت مترجمين مثلا رشيد سوتشيف تفيزون التلات كان نقا قال إنه لا بين البيت الولي الجيران كلام الجيران العبد بيت ترجمين يعني تسلم الورع عن الأشياء ليش رصد من تكون خليتي صار نقاتيني والو جدا ولا تفيزون كذا افرض أين لان البيت أنا خاطبته متشابهين اجتهاد كريم الجيران الى الناس اجتهاد هو التدبير هذا الذي يقول هذا مثلا بما عمر وعن من سيد خوسي فتحق ان شاء الله كفايه هذه النمار القسم الاول في الادب الاول من القسم الاول وهي الادب التي قبل الدين ان يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه طيبا في جهه المكسبين تفرعت من هنا بعد ذلك أنني كمثال باش نفرق يمكن شرع حلال في نفسه شرع حرام في مكسبه يمكن حتى أكرمكم الله يوكر زجاجة من خمر فيجوز سن المعاصي أولا يشرع حرام في أصله ثم طالت خاطي يسلك كان الإسلام يحرم بيع وشراء والانتفاع بكل ما هو حرام أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم حرم الله حرمت الخمر وحرم معها 10 عاصر ومعتصر وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه ويذكر 10 أصناف سبب من هذه القاعدة أن كل حرام يحرم الانتفاع به أزنزيس لا حرام أسغس لا حرام الانتفاع به لا حرام مفروض المن
ربما أنني نستثنى الميتة أحرام تنزل بصح تشيد الاستماع كان هذا الزيدان كرم الله وكذا هذا كنا نجوزها من باب أنه يفوق إفادة صلاة كذا، لكن الأصل قاعدة إيكي شرع الأحرام يحرم الانتفاع به بوجه من الوجوه بشكل من الأشكال. بعد ذلك أدني غسل اليد الأدب الثاني سند واحد بطالين لأن اليد لا تخلو عن لوث تعاطي الأعمال فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة. الأدب الثاني يعني السيد يفسر قبل المعاش بما خاطر قال حتى لا يباشر والأعمال لابد الغبرة لابد ربما جراثيم وإلى إلى ذلك، لكن بالتفاصيل أين غادي نمر هذه. ولأن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة، الأكل تعتبر عبادة، النشء بنية الاستعانة على العبادة. إن قال إلا توقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشياء في مسألة، لكن الغرس إن ليس كل ما أبدع يعني أحدث بعد الرسول خاتم منهي. المنهي بدعة تضاد، وضاد هي مقابلة التضاد والتناقض والتداخل مش معروف في كتب المنطق. تضاد يعني الأبيض والأسود متضادان، قال في متضادين يجتمعان ولا يجتمعان وقد يرتفعان قرنا، بمعنى ويمكن عاد يشرح ابيض اسود في نفس الوقت عليه يجلس ابيض يجلس اسود قد لا يجتمعان وقد يرتفع ولتكون الى ابيض ولا اسود يكون احمر او صفر بالقلب، بينما المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وللتناقض بتنافي، الشيء حي او غير حي، ان مثل الكريم غير الكريم والمتبلي لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا بين قوسين. أدني مرة بدعة تضاد سنة ثابتة تيجي شرع يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الأبدع شيء يناقض خاطئ يضاد هذه السنة ونعم بدعة ونحرم تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من شرع مع بقاء علته. احضر يديك المثال يعني بهذا يبدع شيء، هذه الشجرة اللي كان
مشروعا لكن العلة موجودة. يحضرني مثال أكيد طلبة على السلم بن سيدنا عمر رضي الله عنه قيل في زمنه أفضل سهم المؤلفة قلوبهم، خاطر ربي قال في القرآن في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم، إنه ديك المدينة المشركون لكن لهم وزن، لهم مكانة مقام عظيم في عشيرته في قبيلته. أكون سنوجدين الزكاة ربما جاءت في الإسلام الخمس قاعد تتبع هؤلاء المؤلفة قلوبهم يجاز ربي تبارك وتعالى السهم في الزكاة. ربي حدد الزكاة في 8 أصناف كما يعرف الجميع. لكن سيدنا عمر رحمه الله رضي الله عنه في زمانه يبطل سهم مؤلفة قلوبهم، وسيدنا السماء كانوا يأخذون الزكاة من الرسول صلى الله عليه وسلم فردهم يريد. لو في ثاني سيدنا عمر أبطل سهم مؤلفة قلوبهم، لكن واقع خاطئ بدليل أول يصدق الناس ذاك تسيد طلبي زكاة ذاك إذ كان الإسلام جدعا، أما الآن أصبح حقين مع أكثرت. يعني الإسلام يضعف نحتاج غروب يمر الإسلام أما الآن فقط في الإنسان قد بزول يعبر، يعني يصبح يمكن أظن يقوى مليح. الإنسان يحتاج غروب سيتو الإسلام يحتاج لمؤلفة قلوبهم، نتملقهم نتألفهم، ما سنوش الزكاة باش أدت في الإسلام يتبعسن. أما يمر الإسلام يستغنى غفل شان خاطي يبطل، إنما مؤلفة قلوبهم في ذلك الوقت انعدموا وليوجد كل حدث محتاج. الإسلام قوي موجود قضية واضحة. عاد ولد مثال ونذكر يعني مثال ويدخل في تحديد بدعة لتيسير الأكل بديش من راح بدعة تضاد سنة وليس في الميدة إلا الطعام على الأرض لتيسير الأكل، فهو مباح ما لم ينتهي إلى الكبر. نعم باتي من هذا عبارة مش طابلة سواء طابلة مرنات ولما تدري كل ذلك جائز في رأي الإمام أبو حامد وعين صواب. يقول بدنا تستلم وسيله جيد وغير يعرض ساقي دور جول الى جول كراسه تنطبق خاطر البدع جايز ابدا. يكمل لنا وكان والاشنان نغمات تتسلسل، والاشنان حسن لما فيه من نظافه، وهو اتم في التنظيف والنظافه مستحبه. انما الاشنان جوحي خاطر اتم يتسلسل وجاب ماشي تتسنى مثلا يتولوا في يابسين طغوري حق يفسد جي جديد ومان كذا ما تيسر. لكن لما اخترع الاشنان عصمت مصحنا كذلك نخزر الادب وحسن التاويل، يعني نلتمس العذر يواسي قبلنا في العذر يتهجم في الميدان جامدين ومتاخر خاطئ اديني مارو او كانوا أدين وكانوا لا يستعملونه لأنه ربما لا يعتاد عندهم أو لا يتيسر. إن بكر وتغل السمن وتوالف أنه لا يتيسر يغلب وتوفي النغمة لا من مكان بعيد ولا يتيسر، أو كانوا مشغولين بأمور أهم من المبالغة في النظافة. أدين مر هكذا هو من باب أشقاء فقه الأولويات النظر لنا أولا بتلا مستعجلين بشرع هذا عطنا ما كل شيء سير تسمع سيصاد صور البرس ولا صار اتصال بالعيد صفه خاصه ان ننتبه خاطر بعد المعاش ماشي غسير قبل المعاش او كد يوتوس مجراتين من الوسخ ثم ديسون في الدور بصح بعد المعاش بدا حد يسير دواء اللي ما تلاش ولي يزين تاي هنالك ضروره. هذه كمل الديني فقد كانوا لا يغسلون اليد ايضا غسل الفسد دائما بعد المعاش، وكانت مناديلهم اخمص اقدامهم يعني المناش سن بورد دار سن يعني بدا اذا فسن سديس بالسديده بدا يمسح بورد دار ربما لو من بلاصه درك لو من الحرب العالميه الثانيه بلاصه جون حافين اكيد كثير منهم تجسد جون حافين الشراب تجسد يعني اوقات صعبه مرت على الناس ولا انت ربما تغير حافين سواء نتيجه مشقه ترى عاد تتشقق اقدامه هو السبب اذا انتج او النداء بالنداء دار دبر راسه. هذه كملت. واما المنخل الوصيام الغبن فالمقصود منه تطيب الطعام، وذلك مباح ما لم ينتهي الى التنعم المفرد. يجوز كذلك نستعمل الصيام ماشي وغربان نتسلل خالص على جهه وان كان تطبيق الفايت كذا بتيجي نحد التشتي وصل قلت بدعت شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بتت شيء غنيف بتتلويت اتباع سنه رسول الله وحدي على مار الحقيقه شاهد قال في أمة بنا كرناشة أموني يعني ماشي قال
ربحوا مجال تعبر عبارة خيرها بشرا يعني لوح المهم إن يجوز كذلك تستعمل مصحدين في النهاية. وأما الشبع جوعا فهو أشد هذه الأربعة، فإنه يدعو إلى تهييج الشهوات وتحريك الأدواء، جمع داء المرض الأدواء، خاطر الدواء يجمع على أدوية، والداء عند المرض يجمع على أدواء وتحريك الأدواء في البدن، فلتدرك التفرقة بين هذه المبدعات. انتهى نص الشيخ حامد الغزالي. وبعد كذلك كان على مشارف الاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف الشريف تبارك وتعالى إذا في كثير من البلدان، ربما حتى في الجزائر لا نموني قراصنة أكبر بدعة هي تبديع الناس لأقل الأسباب، لأتفه الأسباب. كل اللي حد يحرش بشرطه البدعة هل كلمة يعني انت الغلط. البدعة لا يحدث أبو حامد الغزالي المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع الأمر من شرعها الغاية. أن تقول للضابط أن يختلف العلماء فعلا. الكثير من الناس فهمت البدعة دليل لو تيجي رسول روح صلي كل اللي لو تيجي رسول قداش امتازال العمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قضاه في التشريع 23 عام بما فيها فترة لو تزيد الوحي عامين ثلاثة يعني تقريبا حوالي 20 عام والوحي يتنزل. قداش تصور الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يعمل من الاعمال التي يجب ان نتقيد بها ابدا. واللي ممكن ان يتجنب كل ولله ممكن ان تتجنب لا سيما في القرون بعد 14 قرن بعد وتحدث اشياء. لين النبي وليني طوموبيل وتني طوموبيل واستعمل الطياره ونستعمل الفراشات كذلك ونستعمل التغجايل كذا، كل ذلك من مباح مسكوت عنه. الدليل على هذا حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت على أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. حديث مهم جدا أن توجد الضوابط إعادتها. لكن إن شاء الله نتقرب إلى الله بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. السيما إذا كان القصد نبيلا أن نقصد أن نعرف الناس لا سيما الناشئ والخزان بخلال النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الكريمة العظيمة في ذلك كما يعلم الجميع. ربه يمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما مدحه في الأخلاق سيدي وإنك لعلى خلق عظيم. بينما في العلم يشاس الناس علمك ما لم تكن تعلم ومع ذلك الناس يقول ربي زدني علما. جاي ناس السن الغاشي سن 40 إلا 60 يعني فعلا أوتي الكتاب والحكمة العلم الغازي. مع ذلك الناس يمرت تطلب ربي ويقول ربي زدني علما. لكن في الأخلاق الناس وإنك لعلى خلق عظيم. بعض التأكيدات إن لا على خلق عظيم تأكيدات كثيرة. إذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مولد في عين السنة، مولد نرجو بر وذخرى هذا الاحتفال عند الله تبارك وتعالى. لكن دخل من البدع لا يجوز اختلاط النساء بالرجال، لا يجوز حضور مشروبات حرام، لا يجوز رقص، لا يجوز دوف ولا ابدا. ان مرية المجيدة انسل المولدية نسل المدايح حضرة كتير شبداني بورس السمان الباشي الإبهام اللي حضرة كتير شد حيث شيخ بكير جملة معطرة ناس ودبيت تسغي بس داني تمجيلة ودا تسغى تبها وخير الزاعم لا وقت من تالي اللي يمكن أكثر تاخذ البورس كي شاري الإبهام ليه ده بس يجلس أبدا يقشا يخدشوا في الدين. ولا أطيل عليكم، نرجو بالله تبارك وتعالى أن يجعل من الذين يستمعون القول في التابعون أحسنا. إن شاء الله من هذه الكلمات المتواضعة فكان استفدنا ربي يمدح يمر الرسول أن يبشر فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنما جعلت المواعظ لحسن الاستماع وحسن الاتباع. أن حسن غفلة أن تسول يوم القيامة ماذا عملت فيما علمت. لكن حديث حسن غفلة أن تسول أهمي الفلاني ليش فلان كذا وكذا وتجي وتتبعه. هذا بناء على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نني كذلك ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذاب كان غرامنا ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلولد سيدنا محمد تلوات النيد سلوان ربي ظالت سلمان واسي سجن تسل الشجار تولي التزير الرسول جعشا عمسني جلوان فكر لغاسد يلون يلا تناوي زلوان السعد ممس أمينة تني صدنت حليمة العيال الستار والسدياسي سي تعلقت الفاطمة يموت بابا سي جتيد نتانسى زياران تلحق مماس يقيمات دجوجي لنسام السيلان يلولد سيدنا محمد تضوى الدنيا تسل نوار ربي ظالت سلمان واسي سجدا تسل الشجار تولي التزير الرسول جاشا عمسني جلوان فكرنا غاسد يلون الله تناوي زلوان يوساس المعجزات إن الوليد سحاب لكن صبر التبات متلقين يرنا الكفار المعجزات أما زرق الجاري ضوضان تزير يتشق جدنان طوزون بسني وريران يلولد سيدنا محمد تضوى الدنيا تسل نوار ربي ظالت سلمان واسي سجدا تسل الشجار تولي التزير الرسول جاشا عمسني جلوان فكرنا غاسد يلون الله تناوي زلوان متى يمرقد تلقيت اسمك السفغان تمشركان في الجنة الدين نربيت ديواد الذي يغسد غاغان غارن الداس نسنير ننبي النغسيم ونسان وين استسمين الجير الرين ربي في وفرنسان يلولد سيدنا محمد تضوى الدنيا تسل نوار ربي سجدا تسل الشجار
صدقت ياك ما تمشي لريحك وما يفضريك
المدينة مرحبا يا خير داع صل يا ربي عليه ندعى لله داع البدر علينا واختفت منه البدور مثل وجهك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت والله يا محمد أنت مفتاح الصدور صل يا ربي عليه مدعى لله داع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صل يا ربي عليه مدعى لله داع أبانا الله فضلا شكره لا يستطاع اجعلنا في حماك ومنحنا الاتباع وأتانا منك غيث حل في كل بقاع صل يا ربي عليه مدعى لله داع البدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا مدعى لله داع أين خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يا عطارد لذات بالآلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نائمي في الهوى العظيم معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائر منحسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحطني النصح لكن لست أسمع إن المحب عن العثال في صممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله لا إله إلا الله مولانا صلى على محمد رسول الله نبينا الله الله لا إله إلا الله مولانا صلوا على محمد رسول الله نبينا إني اتهمت نصيح الشيب في عملي والشيب أبعد في نصح علي تهدي الله الله لا إله إلا الله مولانا صلوا على محمد رسول الله نبينا فإن أمر بالسوء ما بعضت من جهلها بنذير الشيب والهرم الله الله لا إله إلا الله مولانا صلوا على محمد رسول الله نبينا ولا أعابت من الفعل الجميل براضي الألام برأس غير محتشم الله الله لا إله إلا
نبينا نادر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعدي الله لا إله إلا الله مولانا صلوا على محمد رسول الله نبينا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم الله بالخلود
محمد بدر سارى سبحان من أنشأه سبحان من أنشأه محمد روح الوجود وسر العنوان إمام أصحاب السجود فما له ثاني صلوا يا أهل الكمال على النبي بهي الجمال على النبي بهي الجمال من حوى كل المعالي قدره ما زال عال قدره ما زال عال قدره علي المفخر والله لكم أنسب المكرر والله خلق معظم والله صورة الكمال والله صلوا يا الكمال على النبي بهي الجمال على النبي بهي الجمال من حوى كل المعالي قدره ما زال عال قدره ما زال عال شعر السرية ووجهتي في اتباعه دوما فإني لا أطاش حب النبي والآل ومن آله حقا ويقين حب النبي والآل ومن آله حقا ويقين ووجهتي باتباعه دوما فإني له راضي سبحان من أعلاه قدرا وزاده مجدا وفاخرا سبحان من أعلاه قدرا وزاده مجدا وفاخرا وفي الدجى مولاه أسرى به من البيت الحرام حب النبي والآل ومن آله حقا ويقين حب النبي والآل ومن آله حقا ويقين أهدي صلاتي مع السلام إلى النبي الهادي اتهامي أهدي صلاتي مع السلام
يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي فأروه دينكم ليقتدي دين عقل وضمير ويد للعلا فإننا أمة التقدم للعلا وهانا بحياة ودم ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا العلا إلى العلا واجبات المسلمين خير عالم خلا كان فينا ينتمي على النبي أزكى السلام 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 في ضميري دائما صوت النبي آمنا شاهد وكابد وتعبيد صابحا غائب وغالب وذهبي صارخا كن أبدا حر أبي للعلا فإننا أمة التقدم للعلا وها أنا أبي حياة ودمي للعلا وها أنا أبي حياة ودمي على النبي أزكى السلام على النبي أزكى السلام على النبي أزكى السلام على النبي أزكى السلام ربي للإسلام قد هديتني ربي من نورك قد هديتني أي مساعينا بالإصلاح إن بنو الإسلام الأغار إن بنو الإسلام الأغار للهداة أولي الظفار للهداة أولي الظفار يا ربنا أي المساعينا بالإصلاح واغفر لنا ربي بالهدى والنصر عن جميع العدا والنصر عن جميع العدا يا ربنا أي المساعينا بالإصلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على جميع الانبياء والملائكه والروح والمرسلين اجمعين وسلم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم واهدنا بما تلقنا من الايات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءته انك انت السميع العليم ولا تغفر به ولا اله العالمين يا احد المرسلين انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الانبياء والملائكه والروح والمرسلين اجمعين وسلم. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الاخره والاولى ولا تخالف بنا طريق الهدى انك سميع الدعاء يا ارحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من المسلمين والمسلمات الذين أنفقوا معهم في سبيلك. اللهم اعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وسيئاتنا يا أرحم الراحمين. ربنا أخرج بالخير يا إله الخير صحيح يا ربي الأول من المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أغني رصمت الطاوين النبي دليل النار صلى يوشف وسرنا سيدنا محمد بنا تسيري نولول النار تفاوت نبريد النار الوحي وطط سجن واني بيت السني فساد الوحي وطى السجن ونبت السني فساد بسوتي وغد سلاني شرتي شلين وسرنا الوحي وطط سجن واني بيت السني فساد بسوتي وغد سلاني شرتي شلين وسرنا صلى يوشك وسرنا سيدنا محمد بنا وزيري ولون النار فاوت نبريد النار
سجدا تسلك تولي التزير منصور يا شعب مسلي جلوان فكرونا غاسد يلون حتى وزوان بنت ضمو لله نجمار خضري أميد بن بتلمو يشليون الصويت أطلت بالسيف الدني بدلا مقات النيات بدات أقسام الجنات يجور تسمعت نيات يلولة سيدنا محمد تضوى الدني تسلنوار ربي صالت سلمان واسي سجدا تسل الشجار تولي التزير منصور يا شعب مسلي جلوان فكرونا غاسد يلون حتى وزلوان يلولة سيدنا محمد تضوى الدني تسل الوار ربي صالت سلمان واسي سجدا تسل الشجار تولي التزير منصور شاشة مسلي جلوان فكرونا غاسد يلون